حادث انقلاب حافلة للنقل المزدوج بمدينة دمناط بالمغرب ومصر 24 شخصاً. أفادت السلطات المحلية بإقليم أزيلال بأن 24 شخصاً لقوا مصرعهم اليوم الأحد في حادثة سير وقعت على الطريق الرابطة بين الطريق الجهوية رقم 302 ومدينة دمناط على مستوى دوار أخشان جماعة سيجي بولخلف. وأوضحت السلطات المحلية أن الحادث وقع إثر انقلاب سيارة للنقل المزدوج بإحدى المنعرجات، وكانت تقل عددا من الأشخاص المتجهين إلى السوق الأسبوعي بمدينة دمناط. وأضاف المصدر ذاته أنه فور إشعارها بالحادث انتقلت السلطات المحلية ومصالح الدرك الملكي والوقاية المدنية إلى عين المكان لمباشرة عمليات التدخل. وقد تم فتح بحث من طرف مصالح الدرك الملكي تحت إشراف النيابة العامة المختصة للكشف عن الظروف والملابسات المحيطة بالحادث.